السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا صباح السعادة. ازي حضراتكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. يومكم زي الورد. صباح الهنا على حضراتكم جميعا. دايما اشوفكم بصحة وزي الفل ان شاء الله. في بنوتة بعتالي على الصفحة سؤال عن المخمرية. المخمرية بتنفع الشعر او الجسم بس؟ ممكن اقدر احطها على الاماكن الحساسه ولا لا؟ هرد عليكي في الفيديو عن كل حاجه. هقول لك ايه الفرق بين المخمريه بتاعه الجسم مخمريه الشعر، انهي مخمريه بالظبط تتحط على الشعر برضو، ايه الحاجه المناسبه جدا للمناطق الحساسه. هرد عليكي في الفيديو ده في كل اسئله من الاسئله اللي انت بعتها لي. خليكي معايا، هوريكي المنتجات طبعا على الطبيعه كل حاجه. يلا بينا. شوف بقى كريمات حبايبي معايا. اول حاجه هبدا بيها اللي هو صن كريم او الصن بلوك اللي الناس كلها بتستعمله طبعا وهي خارجه في الشمس. وبصراحه يا جماعه انصح كل بنت كل ست ان هي تستعمله وهي خارجه، لان الشمس يعني حارقه جدا الايام دي وصعبه قوي قوي قوي. ناس هتقول لي غالي قوي يا لولو مش هنقدر عليه، ولا هقول لك بقى 300 ولا 200 ولا الكلام ده خالص. المنتج ده سعره فظيع، سعره حلو قوي 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 بجد. اسالوا واطلبوه ان شاء الله موجود عندي للي عايز حبه. انا استعملته استعمال شخصي، لان لما جبته رخيص وكنت مش ضامناه بصراحه. لما استعملته عجبني جدا جدا جدا. مش كل حاجه غاليه تبقى حلوه. هيعجبك قوي ان شاء الله بجد يعني. اللي حابب يجي يشتريه هو موجود ان شاء الله متوفر وعليه عرض على فكره. ده البتر بكيني اللي الناس كلها طايره بيه وعليه بقى اعلانات في الدنيا كلها. والعلبه بتاعته مش عارفه ب100 وايه ومش عارفه ايه. ده برضو ما ننزل عليه عرض. ده يا جماعه مخمريه للاندر بكيني او المناطق الحساسه. ما بتتحطش غير كده يعني، ما بتتحطش في اي مكان غير المناطق الحساسه بس. بتعمل تفتيح، ريحه حلوه جدا بجد بامانه يعني. المنتج ده برضو سعره مش غالي خالص خالص مقارنة بالأسعار اللي أنا بسمعها على التلفزيون أو على النت أو في الفيديوهات. السعر بتاعه نازل جدا وعليه برضو عرض للي حب يطلبه موجود برضو إن شاء الله. دي مخمرية. المخمرية دي تنفع للشعر والجسم، تنفع للشعر وللجسم. المخمريه دي فيها جليتر، دي للناس مثلا المتزوجات، وفي بنات ممكن تقدر تستعملها عادي جدا اللي هي فيها لمعه شويه بس ريحتها حلوه قوي وحطها تحفه. وتستعمل كشعر وكجسم. طيب يا لولو هي طب العود الملكي؟ طبعا انا مش بعمل اعلان عن اي منتج يا جماعه، انا بعمل لكم حاجات انا استعملتها شخصيا وبقول لكم فايدتها، لان جالي السؤال ده وقلت هاجب عليه. العود الملكي تستعمل كمخمريه للجسم بس مش كمخمريه للشعر. هي ريحتها حلوه جدا ثابته وريحتها جميله جدا برتاح فيها بجد يعني. برضو دي نوع تاني من المخمريات برضو اهي زي ما انتم شايفين حضراتكم. المخمريه دي برضو ريحتها حلوه قوي بالورد ما شاء الله، جميله جدا وتنفع برضو للشعر والجسم. في مخمريات تنفع للشعر والجسم، في مخمريات لا. طيب ندخل بقى على الشعر. انا ما برتاحش غير في ده. الكريم ده بصراحه تحفه، بيعز الشعر جدا يا جماعه. انواعه بقى اللي ترتاحي فيها دي مش اعلان والله يا جماعه، بس انا فعلا حلو. في نوع تاني من الكريمات برضو بتاعت الشعر. واسفه طبعا على السعر المكتوبه، انا شاريه برضو من الصيدليه هانيو اللي هو الايفا بالعسل. حلو قوي ريحته تحفه جميل جدا، بيخلي ريحه الشعر جميل جدا للناس اللي شعرها بتعمل ريحه بعد الغسيل. تمام. موجود عندي برضو اللي هو المزيل العرق اللي زي ده، ريحته جميله قوي 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 برضو يا جماعه. الحاجات دي كلها عليها عروض، انا بعمل لكم عليها فيديو علشان في واحده سالتني عن ده كريم بشره مرطب. مش عايزه اقول لك على حلاوته، جميل قوي 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 قوي، مفيد جدا للبشره، غني جدا بفيتامينات. لازم يكون في مرطب عندك، لازم لازم مرطب وخصوصا بعد سن ال30. ندخل بقى على الشاور بتسموه ايه يا ولاد؟ انا عموما بحب المخمريات يعني. المهم النوع ده اللي هو بيترش بعد الحمام. تمام. برضو عليه عرض. العرض اللي بتاعه الازازتين ب100 جنيه. طبعا بيتباع بره ب80 وب90 وب100 جنيه الواحده. ده عليه عرض الاتنين ب100 جنيه يعني نوعين مختلفين. النوع التاني بتاعه اهو ده. تمام. يعني الازازتين دول عاملين عليهم عرض ب100 جنيه. اللي برضو حابب يطلبهم ان شاء الله متوفر بقى حاجات تانية كتيره. متوفر كل حاجه تحتاجيها في منتجات العنايه بالبشره والنظافه الشخصيه موجوده ان شاء الله. الروجات اللي زي ديت اللي هي طالعه جديده اللي هي بطعم القهوه والحاجات ديت اللي هي ما بتضرش الشفايف، حلوه قوي برضو موجود منها. موجود اللي هو اللبستيك اللي هو الملمع شفايف العادي اللي انت مش عايزه تحطي روج او زبده او اي حاجه موجود.
هقول لكم بقى المفاجاه بتاعت الفيديو الاخيره بقى. اهي اهي، شايفين دي بقى البيج بوس بتاع الفيديو ده كله. ما شاء الله، انا بصراحه تحفه، جربتها وجميله جدا يا جماعه، جميله جميله بمعنى جميله. دي صابونه لبان الذكر، مش عايزه اقول لكم على حلاوتها، مش عايزه اقول لكم ما استعملتها حسيت بفرق كبير جدا في بشرتي، كانت بشرتي بايظه من الشمس خالص. انصحكم بيها، مش بفلوس خالص، يعني انا عايزه اقول لكم ان هي مش غاليه تمام، يعني مقارنه بالاسعار الموجوده في الصيدليات بتاعه الصابون الطبي حاجه ولا تذكر. يا رب اكون فدتكم واكون رديت على الاخت اللي بعتت لي السؤال. والمنتجات دي كلها يا جماعه موجوده ان شاء الله عندي في المحل، اللي حابب يطلبها ان شاء الله متوفره باذن الله. حضراتكم جدا، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسعاده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.